طيب الله اوقاتكم. تعلن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة عن إطلاق برنامج جديد للحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية. هذا البرنامج راح يكون متاح للجميع وبشكل سلس وبشكل مجاني أيضا، وبإمكان الجميع من أصحاب الهواتف الذكية تنزيل التطبيق، وراح نخلي الرابط أسفل الشاشة. علما بأن هذا البرنامج راح ينطلق بالتزامن مع أعياد الشرطة العراقية البطلة بداية هذا العام إن شاء الله. واللي يحب يستخدم هذا التطبيق لازم عليه أنه يسجل ويدخل اسمه الثلاثي ورقم الهاتف ودائرة الأحوال، يعني هو يا نفوس، وتدخل رقم التليفون. راح تجيك بعد رقم التليفون رمز سري برسالة نصية حتى يثبت تسجيل دخولك لهذا البرنامج. وآلية استخدام البرنامج راح نشرحها بالفيديو الملحق حاليا. يتم تحميل البرنامج ومن ثم الدخول عليه والدخول إلى تسجيل الدخول. راح يظهر لك رقم الهاتف المحمول وكلمة سر المرور. راح تظهر لك الواجهة اللي بيها رقم الهاتف واسم الأب واسم العائلة وكلمة المرور. وكلمة المرور لازم تحتوي على أرقام، حروف كبيرة وحروف صغيرة ورموز، ومن 8 أرقام على الأقل. وبعدها آخر جدول إعادة إدخال كلمة المرور. بعدها راح تعطيه تحقق، ومن ثم راح توصل لك رسالة من مديرية البطاقة الوطنية بها الرمز التأكيدي للحجز الإلكتروني. يتم إدخال هذا الرمز بالحقول المخصصة له. هسه تأكد عندك الحساب وصار عندك حساب بالتطبيق، تعطيه استمرار للحجز. بعدها ترجع تعطيه رقم الهاتف والرقم السري الخاص بك. بعد تأكيد الحساب راح تنفتح لك هذه النافذة، تضغط على حجز العام. بعدها تظهر لك المحافظة والدوائر وعدد أفراد الأسرة ومن ثم التالي. معلومات حجز الموعد: اللون الأخضر يعني متاح، اللون الأصفر يعني عطلة، الأحمر محجوز. أسفل الشاشة يظهر لك اختر شفت المراجعة، تقدر تختار الصبح أو على المساء. هسه راح يظهر لك تاريخ الموعد ويقول لك أسفل الشاشة لتأكيد الحجز اضغط هنا. تضغط لتأكيد الحجز اضغط هنا. بعد الانتهاء تقدر تحفظ هذا الحجز، تقدر تاخذ له صورة وتنزله يمك أو حفظه بشكل PDF، ومن ثم تضغط تم لتأكيد الحجز. وفي حال ما قدرت تخزن الحجز مالتك PDF أو صورة، بإمكانك الضغط على حجوزاتي، راح تطلع لك أنت شو وقت حاجز واليا يوم واليا دائرة وبيا محافظة. كل جهود كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لمواكبة التطور العلمي الحاصل بمجالات التكنولوجيا ما هي إلا خطوات جادة لتقديم الأفضل وتقليل من حلقات الروتين خدمة للصالح العام وإيفاء ووفاء بالعهد الذي قطعناه لخدمة عراقنا الحبيب وشعبنا. في أمان الله.